أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. مرت النجمة التركية جيمري بايسال بظرف صحي دقيق، حيث خضعت مؤخرا لعملية جراحية لاستئصال كتلة في صدرها في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة التونيزادة في إسطنبول. جيمري شاركت متابعينها هذه الصورة من داخل المستشفى وكتبت قائلة: نعم، عملية جراحية أخرى انتهت، لا داعي للقلق، نحن تجاوزنا الأصعب، ولنترك هذه للذكرى. ونشرت أيضا جيمري من سرير المستشفى هذه الصورة ووجهت رسالة لمحبيها وعلقت كاتبة: شكرا جزيلا لكم، أرى وأشعر بتمنياتكم لي بالشفاء العاجل، أنا بخير وسأكون أفضل. كلمات بسيطة لكنها حملت الكثير من الطمأنينة لجمهورها الذي غمرها برسائل الدعم والدعاء منذ اللحظات الأولى في انتشار الخبر. طبعا يا أصدقائي، جيمري بايسال كانت تعاني من هذه الكتلة منذ حوالي 8 سنوات، لكنها ظلت ساكنة دون تغيرات تذكر إلى أن بدأت في النمو مؤخرا، ولاحظ الأطباء تغيير في الحجم، وهو ما استدعى تدخلا جراحيا سريعا لتفادي أي مضاعفات مستقبلية، ولله الحمد تم بنجاح. والأهم من ذلك كله إن الكتلة كانت حميدة، والحمد لله على سلامتها، يعني لا يوجد خطر مرضي عليها. نتمنى لجيمري بايسال الشفاء التام والصحة الدائمة، ولنستغل هذه الفرصة وندعو لجميع المرضى أن يخفف الله عنهم الألم ويشفيهم بإذنه تعالى. شكرا للمشاهدة، وإلى اللقاء بالفيديو القادم.